رب ضارة نافعة. أزمة الدولار يمكن بتجبرنا كدولة على إن إحنا نبدأ نعوّض بالإنتاج المحلي ما نستورده من الخارج بالعملة الصعبة. الفيديو اللي باعرضه لحضراتكم ده النهارده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والفريق كامل الوزير وزير النقل بيتفقدوا ترسانة السويس. إيه الهدف من هذا التفقد أو هذه الجولة اللي حضراتكم شايفينها؟ هو توطين صناعة السفن في مصر. ده حلم كبير جدًا في الحقيقة، يمكن أنا شخصيًا طالبت بيه سابقًا في أكتر من لقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في أحد المؤتمرات الصحفية، قُلت له: "يا فندم ليه مصر ما تصنّعش سفن؟ ليه مصر ما تساهمش بجزء من الأسهم أو تشتري أسهم في شركات الشحن البحري العالمي زي ميرسك وغيرها من الشركات، على أساس إن إحنا ننوّع مصادر الدخل في قناة السويس." فالرجل تحدث، طبعًا هو رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس الحالي لشؤون الموانئ. قال الحاكم الرئيسي ليّا أنا كهيئة قناة السويس هو التشريعات، أنا ليس لدي في القانون أو ليس لدي تشريعات تسمح لي بده. يمكن في الفترة الأخيرة القيادة السياسية سمحت بذلك وادت كافة الصلاحيات لتحقيق هذا الهدف. عشان كده النهارده الفريق كامل الوزير بيتفقد الترسانة بيشوفها عايزة إيه عشان نبدأ نصنع سفن مصرية، بدل ما إحنا بنكلف مئات الملايين من الدولارات عشان نصنع سفينة أو نجيب خاطرات أو قناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل بتبحث هذا الموضوع. الحقيقة هذا لو تم هنبقى إحنا المركز الرئيسي لتصنيع سفن، مش السفن المصرية اللي بتجيب القمح بتاعنا وبتجيب البضائع بتاعتنا من الخارج وبنوفر من خلالها عملة صعبة، لأ هنبقى مركز لصناعة السفن يمكن في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. ولدينا من الكفاءات في الحقيقة لدى هيئة قناة السويس وترسانة قناة السويس، الترسانة اللي حضراتكم شايفينها ديًّا والسفن اللي بتترفع قدام حضراتكم ديّة يمكن بتمتد تاريخها لسنة 1865، يعني أكتر من قرن ونص عمر هذه الترسانة. يمكن حتى كان أيام أسطول محمد علي كان بذرة ونواة صناعة السفن في مصر موجودة. بنعيد إحياء هذه الصناعة إن شاء الله في المرحلة القادمة. يمكن الأسطول البحري المصري في الفترة ال3، 4 سنوات الماضية شهد تطوير كبير، ويمكن كان آخر حاجة وصلت مصر كان السفينة وادي العريش، أسطول النقل البحري تابع الشركة الوطنية للنقل، ودي تابعة مملوكة لوزارة النقل، بتضم 14 سفينة، كان آخرها سفينة وادي العريش اللي هي طولها 229 متر وعرضها 32 متر وغطسها 14 متر وحمولتها 82,000 طن. وفي الحقيقة إحنا فكرنا نجيب السفن دي أو نصنعها، دي متصنعة في ترسانة هوتنج في الصين. طبعًا تكلفة ضخمة جدًا في الحقيقة، وبتندفع بالدولار، فإحنا لازم نصنّع ده، نجيب الخبراء، نجيب خبراتنا، إمكانياتنا، ونصنّع عندنا في مصر، بدل عشان نوفّر العملة الصعبة في إطار الأزمة الطاحنة اللي إحنا كنا بنعيشها الفترة اللي فاتت للدولار. ف عندنا 14 سفينة في الأسطول البحري النقل، ده بيجيب القمح بتاعنا من روسيا، بيجيبوا القمح بتاعنا من أوكرانيا، بيجيبوا مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من جنوب شرق آسيا ومن الصين. يعني بصراحة من أعظم الحاجات اللي أنا شايفها اللي تمت في مصر الفترة اللي فاتت هذا الأسطول. النهارده زي ما باقول لحضراتكم بنؤسس لصناعة جديدة للسفن. مش كده وبس، في الحقيقة ده إحنا بنصلّح السفن اللي بتعطل في محيط قناة السويس أو في البحر الأحمر، ويمكن آخرها زي ما بالفريق أسامة ربيع كده بيشرح للفريق كامل الوزير سفينة زوجرافيا اليونانية اللي كان الحوثيين ضربوها بالصواريخ وأصابها العُطْب طبعًا وراحوا استغاثوا بهيئة قناة السويس وسحبوا السفينة من البحر الأحمر للترسانة الموجودة قدّام حضراتكم، وتم إصلاحها في 4 أيام فقط واستأنفت رحلتها لليونان. حقيقة حلم كبير جدًا نتمنى تحقيقه خلال الأيام القليلة القادمة، ورب ضارة نافعة، سبحان الله يعني
أزمة الدولار علمتنا كتير جدا، وهي أزمة طاحنة ومؤلمة لنا جميعا. خلينا نوسع مساحة القمح عشان نملك قوتنا، من يملك قوته يملك حريته. نقدر نوسع السنة الجاية إن شاء الله عشان نقلل فاتورة الاستيراد بالدولار، نقدر نصنع السفن، نقدر نوفر ملايين الدولارات زي ما بقول لحضراتكم في شراء سفن أو قاطرات. بيتم كله ده في الهيئة إن شاء الله. خلونا نشوف قادم الأيام ودعونا نتفائل بما هو قادم. بشكركم، كنت معكم الصحفي هنا.